انسي بقى اي طريقة كنت تعرفيها عن الحلبسة او عن حمص الشام، وتعالي اعتمدي الطريقة الحلوة جدا ديت والسهلة وبسيطة، بطريقة احسن المحلات وبطريقة العربيات اللي في الشارع. مشروب شتوي جميل جدا، هخليكي بربع كيلو بس، تعزمي صحابك وتعزمي بيت كامل واسرتك وتفرحي الكل، لانه بيرمي معاكي عدد كبير جدا. بربع كيلو انتي حسب ما بتحبوا، لو بتحبوا الحمص كتير ممكن تخليها نص كيلو. المية حسب ما انتي بتحبي، يعني المية ديت في ايدينا احنا اللي بنزودها. وهقولك على السر اللي المحلات بيعملوه برا، المزازة اللي بتبقى فيه ديت ومحدش بيعرف يظبطها. هقولك ازاي، تعالي بسرعة نعرف الطريقة. هاتي بقى اكبر حلة عندك وحطي فيها مية، وهاتي ربع كيلو من الحمص المستورد، ودوت انا نقعاه قبلها بليلة كاملة، كانت في مية سخنة. انتي براحتك، عايزة في مية ده من الحنفية مفيش مشكلة خالص. وهنا بصي انا فركتها في ايدي ازاي، كانت مستوية من قبل ما تتسلق كمان. حطيته على في المية السخنة ديت، والتوابل بتاعته مش كتير، ما مش حاجات خزعبلية، يعني معلقة كبيرة كمون ومعلقة كبيرة ملح، بالملح حسب الرغبة، عايزة اكتر تمام، عايزة اقل تمام. وانا حطيت معلقة بابريكا بس هي ما تصورتش معلش. ودوت كيلو من الطماطم مضروب في الخلاط، براحتك برضو، عايزة تصفيه تمام، عايزة تضربيه كويس في الخلاط تمام برضو، انا ما صفيتهوش بصراحة. وهنا حطيت بصلاية كاملة زي ما هي، وحطيت راس توم حطيتهم زي ما هو، انا مش بطحنهم بصراحة، عشان بعد كده اشيله وارميه، هو مش بيتاكل بس هو اللي بيعمل الشوربة بتاعة الحمص. والسر هنا المزازة اللي هي بتاعة المحلات اللي محدش عارفها كتير، ان انا عصرت الليمونة وحطيت قشرها معاها، عشان لما يغلي تدي المزازة اللي بنلاقيها في الحمص بتاع بره او الحلبسة بتاعت بره. هي فعلا بتبقى مميزة بره، بس انا النهاردة جبت لكم السر بتاعها، اللي صدقوني هتعتمدوا الطريقة ديت مش هتغيروها خالص خالص. وهنا تقريبا خد معايا نص ساعة، هو ما قعدش كتير لان هو كان تقريبا يعني الحمص اصلا كان مستوي. تعمليه بقى جنب كشري، تعمليه لوحده كده مشروب اخر الليل، حاجة تدفيكوا كده في السقعة، هيبقى تمام التمام. بجد مشروب حلو جدا وبيدفي وحاجة حلوة في البيت. حطيله ليمونة بقى، لو حابين شطة هيبقى يا سلام عليه. الطريقة ديت هتخليكي تنسي اي حمص الشام شربتيه من مكان تاني، لانه فعلا هيعجبك، وانا جايبالك الاسرار والتركات بتاعت المحلات اللي برا اللي محدش بيقولها لك. يا ريت بقى ما تنسنيش في اللايك والشير والكومنت اللي فعلا بيفرقوا في الفيديو، والقناة ديت مش هتكبر غير بيكم. ما تنسوش تتابعوني على صفحتي الجديدة مطبخ مريان أديب وطبلية مريان أديب. وعايزاكم برضو تقولولي لو في اي وصفة عايزيني اجربها، وعايزاكم برضو تقولولي طريقتكم في حمص الشام كنتوا بتعملوها ازاي، يمكن انا استفاد برضو منكم ومن خبراتكم، وايه الفرق بين اللي انتوا بتعملوه واللي انا عملته.